ازاي تعرفي من اول خروجه معاه هو عايزك للجواز ولا بيتسلى بيكي؟ واحد، لو لقيتي من بدايه التعارف ما بينكم بيديلك مشاعر واهتمام مبالغ فيه، لازم هنا تخافي وتتاكدي ان المشاعر دي مشاعر وهميه، والاهتمام ده هيرجع يسحبه منك فجاه بعد كده علشان يجبرك على خضوعك ليه بلا منافس او منازع. وهنا تعرفي انه عايز يتسلى بيكي لان مفيش متلاعب بتاع جواز. 2، لو حسيتي من اول خروجه ان هو بيرسم التقل ومش لايق عليه وبيحاول يوصل لك رسالة فيما معناها قد ايه هو رزين في اتخاذ قراراته، وكمان طول الخروجة بيحاول يتكلم عن نفسه وعن انجازاته في حياته ومش مديلك الفرصة انك تتكلمي وانه يسمع لك. هنا تعرفي انه مش بتاع جواز، هو عايز واحدة في حياته علشان تسمع له وتعلي الايجو بتاعه بس. 3، لو لقيتي اهتمامه بيكي لحظي، يعني طول ما انت معاه هو مهتم بيكي، انما لما بتنتهي المقابلة او مكالمة التليفون بيختفي، ومهما تبعتي له رسائل ما بيردش، ولو رد يرد متأخر. لازم تعرفي هنا انه مش جد ومش بتاع جواز، لان بتاع الجواز بيكون صريح معاكي من البداية وما بيحاولش ابدا انه ينكرك من حياته او يتهرب منك. لو الفيديو ده جاب تفاعل هعمل لك منه جزء تاني، وهيكون عن ازاي تعرفي ان هو بيوهمك بالجواز علشان ياخد منك شهواته من غير جواز.